هعمل لك بيرفيوم النهارده، بس ما ترجعش تقول لي بقى ان العطر قوي وانا مش قادر عليه. بيرفيوم عملاق من عمالقه الشتاء، العطر الجامد جدا ريد توباكو. بص بقى يا سيدي، ناخد الازازه الجميله بتاعتنا، نفتح، نشيل البخاخ واحده واحده كده في الخطوات، هننفخ الازازه عشان لو فيها اي شوايه بتطلع بالهواء الجامد ده، ونديها ايه شويه كحول كده بسيط، ونسحب الكحول عشان نتاكد لو في اي شوايب او اي حاجه تخرج. نروح مطلعين كل حاجه من جوه. نفتح ازازه الزيت العطري، اسمه ايه؟ توباكو ريد او ريد توباكو. العطر ده عملاق من عمالقه الشتاء، محترم قوي، اداؤه فوق الممتاز. واحده واحده مع بعض كده هنشوف بنعمله ازاي. هنحط الكحول الاول ارضيه، بعد كده ننزل بنسبه الزيت العطري. ايه بقى ريد توباكو ده وليه هو جامد قوي كده؟ العطر ده في الطلعه الاولانيه ليه في ريحه العود وريحه البخور وريحه القرفه، ومعاه ريحه التفاح، وطبعا التوباكو والفانيليا او فانيليا مدغشقر. العطر ده محترم قوي، فيه كل المكونات اللي انت بتحتاجها. العطر يصلح للشباب فوق ال 25 سنة، ويصلح للمناسبات اكتر من اي وقت تاني، وهو طبعا غني عن التعريف، هو شتوي، يصلح في الشتاء، بالليل، في السهرات، في الاوقات الخاصة. عطر محترم جدا جدا جدا، وقول زي ما انت عايز. حطينا نسبة الزيت العطري، بعد كده بنكمل باقي الازازة كحول، وهنحطها في كاس الخلط عشان نخلط المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها مع بعض على جهاز الخلط اللي بيعمل بطريقة الخلط الدوراني اهو. نحط نسبة الماء المقطر. الماء المقطر ليه وظائف كتير وكنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده كتير. والمذيب العطري. اهم حاجة في الليلة دي كلها جودة الزيت الخام، وبعد كده الكحول. ده اسم العطر. العطر باين فيه في البداية ريحة القرفة وريحة العود والبخور والتوباكو والفانيليا، والعطر أداؤه ممتاز جدا في الثبات وفي الفوحان، عملاق زي ما بيقولوا. دخلت أي مكان العطر هيتشم مهما كانت العطور اللي موجودة. والعطر طبعا اللي أنا بقول عليه ده طبعا عالمي معروف، ومش محتاج ان انا اتكلم عليه. انت لو عملت سيرج على افضل العطور للشتاء هتلاقي عطر ريد توباكو من منسيرة، وهو موجود دلوقتي عطر محاكي للعطر الاصلي. خلطنا العطر، نقفل الجهاز، بعد كده هنحط السائل اللي احنا حطيناه ده في الازازة تاني. العطر ده جميل جدا يا جماعة للناس اللي بتحب العطور القوية، ولكن هو قوي فعلا. يفضل ان احنا نستخدمه بالليل في المناسبات، في الجو الشتوي اللي احنا فيه ده. بعد ما قفلنا كل حاجة بننظف مكان عنق الازازة وبنأكد على ان الخرطوم سليم. ننزل بعد كده بنحط الكاش بامب والكبسولة اهي، نعدل، بعد كده نكبس ونأكد على الكبس. نعدل الكبسولة ونبص عليها هل هي عدلة ولا لا. تمام عدلة. طيب نجرب البخاخ. تمام جدا شغال. ننظف مكان
ما اشتغل الله ما شاء الله. العطر ده محترم قوي قوي قوي. يعني انا البخه اللي بختها دي اولا ليه ذكريات معايا لذيذه، احساسه جميل جدا، عطر شيك شبابي، اداؤه ممتاز. دلوقتي العطر ده موجود في اباتشي، عطر يحاكي العطر الاصلي. لو حابب تستفيد بيه هتحط تعليق دلوقتي بعطر ريد توباكو، وادي الاسم اهو، وهنبعت لك التفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.